فنانة عصرت عمالقة النجوم وتميزت بأدائها الرائع. الفنانة سلوى محمود اتولدت في 26 يونيو سنة 1930 في القاهرة، واسمها الحقيقي زينب محمود شحاتة. والدها كان دكتور، والدتها ربة منزل، وكانوا بيتمنوا إن بنتهم تبقى دكتورة زي والدها. حصلت سلوى محمود على دبلوم التجارة ودخلت معهد التمثيل رغم رفض أهلها واتخرجت منه. بعد كده اتبناها الفنان جورج أبيض، وده بعد ما وثق في موهبتها وشاف إن هيبقى لها مستقبل كبير. ورغم إجادتها وامتلاك أدواتها في التمثيل وكمان جمالها، ما وصلتش للبطولة المطلقة أبدا، لكنها دايما كانت بتقدم أدوار مساعدة وتوقفت عند الأدوار الثانوية. وكانت أشهر عملها دور نبوية في فيلم اللص والكلاب بطولة الفنانة شادية والفنان شكري سرحان، والتحقت بفرقة نجيب الريحاني. وبعد كده انتقلت للعمل بفرقة إسماعيل ياسين، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية في بداية الخمسينات وفترة الستينات. بعد كده اتجهت للدراما التلفزيونية وشاركت في العديد من المسلسلات. وآخر عمل شاركت فيه الفنانة سلوى محمود كان مسلسل وادي الفئران ومسلسل سنوات الحب والشقاء سنة 1998. بعد كده أعلنت الفنانة اعتزال الفن تماما، وبعد اعتزال دام أكتر من 24 سنة فاجأتنا النجمة بالظهور في عيد ميلادها ال90 علشان تعيد ذاكرة المشاهدين لأعمالها المتميزة. قدمت الفنانة سلوى محمود حوالي 140 عمل فني على مدار سنوات عملها. كانت بدايتها في السينما سنة 1956 من خلال 3 أفلام دفعة واحدة، وهم دعوة المظلوم، أرضنا الخضراء، شياطين الجو، بالإضافة لمشاركتها لأفلام زي مرزوقة وسر طاقية الإخفاء وعاشت للحب واللص والكلاب وأحلام مراهقة. ورحلت الفنانة سلوى محمود في 6 فبراير سنة 2023 عن عمر 93 سنة بعد صراع طويل مع المرض وأمراض الشيخوخة.